السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا ومكملين مع بعض سفرتنا في رمضان. ربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله. والنهاردة فطرنا سهل وبسيط جدا، هنعمل مع بعض بانيه وكمان هنعمل رز المبهر بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. تعالوا نشوف هنحتاج ايه ونعمله ازاي مع بعض. اول حاجه معانا الفراخ البانيه بتاعتنا، انا قطعتها شرايح. انا عملت قبل كده فيديو معاكم ووريتكم بيتقطع ازاي. تمام. اهم حاجه تكون شريحه الفراخ كده تكون تقيله كده ومحمله شويه، ما تكونش رفيعه قوي عشان خاطر ما تنشفش مني لما تيجي تتقلي. ومعايا بصلايه كده كبيره ونص ليمونه بس، مش هحتاج اكتر من كده. وملح وفلفل اسود بس. تمام، مش هحتاج اكتر من كده. دي التتبيله الاساسيه بتاعته. حابين تزودوا زبادي تمام مفيش مشكله عادي، حابين تزودوا اي صوصات مفيش مشكله عادي جدا. بس التتبيله الاساسيه بتاع البانيه بصل ونص عصره ليمونه وملح وفلفل اسود بس. اي حاجه زياده مش مشكلة عادي. تمام. ضربتهم في الخلاط كده بيكون خشن او ابشره بالمبشرة مش مشكلة عادي جدا. واروح حطاه على الفراخ كده ومسش بيه الفراخ زي ما انتم شايفين. وبعد كده ايه اسيبها ايه تتبل مع بعض. انا كنت عاملاها قبلها بيوم وسبتها في التلاجة. ممكن نتبلها ونحطها في الفريزر مفيش مشكلة عادي جدا. انا عملتها قبلها بيوم وسبتها في التلاجة لحد ما اتبلت. وبعد كده بقى اطلعها واجهزها عشان خاطر ايه للقلية. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز. اول حاجه معانا 3 كوبايات من الرز المصري، احنا هنعمل الرز المبهر من الرز المصري. تمام. ومعايا توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود وكركم والسبع بهارات وقرفه عيدان ومرقه دجاج وورق لورا وحبهان وقرنفل وملح. مش هحتاج اكتر من كده. بالنسبه للتوابل كله نص معلقه نص معلقه نص معلقه نص معلقه، ما عدا الكركم احط معلقه كبيره. تمام. ومكعبين 2 من المرقه. اول حاجه بحط حله على النار فيها سمنه وبحط التوابل الحصى، الورق اللورا والحبهان والقرنفل والقرفه اللي هي العيدان ديت. ما عنديش عيدان ممكن احط رشه بسيطه خالص من القرفه البودره، ما كترش عشان خاطر ما تغمقليش الرز. واديها كده تشويحه على النار مع السمنه. وبعد كده احط عليها التوابل البودره، واول ما احط التوابل البودره اديها تقليبه بسيطه خالص واروح حاطه عليها الرز. ما انساهاش عشان خاطر التوابل البودره ما تتحرقش. تمام. وتمرر الاكل. يبقى بحط التوابل الحصى يا دوبك تتشوح مع السمنه. وبعد كده احط التوابل البودره يا دوبك تقليبه واحده بس. وبعد كده انزل عليها بالثلاث كوبايات الرز المصري. تمام. لكل كوبايه رز مصري بحتاج كوبايه ميه، يبقى 3 رز مصري عليهم 3 كوبايات ميه. لو هعمل رز بسمتي لو 3 كوبايات رز بسمتي احط لهم 6 كوبايات ميه. تمام. انما هنا هعمل رز مصري. تمام. يبقى 3 كوبايات من الرز المصري عليهم 3 كوبايات من الميه. تمام. وبعد كده بعد ما الرز ما يغلي ويشرب ميته اهدي عليه خالص واديله تقليبه كده وهدي عليه عشان خاطر يستوي ايه براحته. معايا هنا بقى للتتبيله بتاع البانيه الكفر بتاعته 3 بيضات، ومعايا كوبايه كبيره من البقسماط ونص كوبايه من ايه الفيجيتار. بضرب كده بقى البيض الثلاث بيضات بتوعي برشه من الفلفل الاسود اهم حاجه عشان خاطر زفاره البيض. نيجي هنا بقى للبانيه اللي تبلناه. قبل ما نقليه بنشيل من عليه البصل اللي هو التتبيله بتاعته دوت اهم حاجه، وما نخليش فيه نقطه ميه واحده عشان الميه لو فضلت على البانيه هتعمل كطبقه عازله ما بين البانيه وما بين الكفر فهتخلي الكفر يفك ويتهري. تمام. بعد كده بحط البيض على البانيه. اهم حاجه نشيل البصل اللي هو التتبيله دوت من على البانيه عشان خاطر البصل لو سيبناه وقلنا البانيه بالبصل بتاعه البصل دوت طبعا هيتحرق وما يبقى طعمه مش حلو خالص. تمام. فلازم ننضف البانيه من التتبيله بتاعته. تمام. ونحط بقى البيض اللي ضربناه بالفلفل الاسود على على البانيه وبنديله كده تقليبه. ونجيب بقى الايه الكفر بتاعنا اللي هو عباره عن كوبايه من البقسماط وعليها نص كوبايه من الفيجيتار. نعمل حبه بحبه. الكفر دوت خلص نعمل غيره عشان خاطر بس ما نهدرهوش. تمام. هنبتدي بقى نعمل الكفر بتاعنا. بنجيب كده بشوكه او بايد واحده كده. اهم حاجه اسيب ايد نظيفه عشان خاطر اعمل بيها الكفر. واحط كده قطعه من البانيه تحت وفوق منها الكفر اللي هو البقسماط على الفيجيتار واضغط كده بايدي كويس جدا. اهم حاجه اضغط كويس عليه عشان خاطر الخليط دوت يمسك في البانيه وما يفكش. تمام. وبعد كده ما تبله كله بالكفر دوت ممكن بقى اعينه في الفريزر واطلعه على العمال على طول. انا هنا بقى هتبله كله واسيبه بقى لحد ايه قبل الاذان بنص ساعه. وبعد كده ايه هبقى ليه عشان خاطر البانيه بيتاكل وهو سخن بيكون حلو جدا. تمام. اهم حاجه اكبس البانيه كويس جدا جدا في الخليط عشان خاطر ما يفكش منه. واهم حاجه برضو البانيه ما يكونش فيه نقطه ميه واحده، لان الميه لو فضلت على البانيه هتعمل كطبقه عازله ما بين البانيه وبين الكفر بتاعه وتخلي الكفر يفك ويتبهدل. تمام.
كان هنا بقى بحضر بقى الزيت بتاعي عشان خاطر اقلي البانيه. بحط طاسه فيها زيت، بيكون زيت ساخن على درجه حراره متوسطه، واحط فيها البانيه بتاعي. واهم حاجه ما اقلبهوش على الجنب التاني غير لما ياخد لون، لان لو قلبته على الجنب التاني هيتهري منه ويتبهدل. تمام. بعد ما ياخد لون بروح قلباه على الجنب التاني، وقبل ما يطلع بنص دقيقه بعلي النار على اعلى درجه حراره عشان خاطر يصفي كل الزيت اللي شربه. ولما اجي اطلعه من الزيت بطلعه على مصفى عشان خاطر يصفي كل الزيت بتاعه. وما طلعهوش وحطوش على بعضه. لو طلعته وحطيته على بعضه هيكون لسه ساخن وهيطلع بخار فيروح معجن البانيه. الخطوه دي مهمه جدا. لما اصفيه بمصفى كده واصفي كل الزيت منه، بحطه متفرط كده جنب بعضه، واحده جنب واحده جنب واحده، عشان خاطر اراعي ان هو ايه ما يعجنش، ولا البخار بتاعه يعجنه، ولا الكفر لو عجن خلاص بقى مش هيبقى حلو خالص، يبقى طعمه وحش. تمام. ده بقى الرز المبهر بتاعنا بعد ما طلع، ودوت البانيه بتاعنا بعد ما طلع، وعملنا سلطه خضراء وبيبسي. وكل سنه وانتم طيبين. يلا سلام عليكم، باي باي.